بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم وأهلا بكم على قناة آلاء لجين. في هذا الفيديو رايحين نحضروا مع بعض وصفة بزاف بنينة بمكونات اقتصادية كما العادة، وبدون إطالة نروحوا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير مع بعض. في مقلاة حطيت حبة بصل متوسطة، قطعتها بهذا الشكل يعني طويل كما راكم تلاحظوا. زدت معاها شوية زيت، حوالي نصف ملعقة زبدة، وخليتها تتقلى مليح. نقصت لها الفرن وخليتها تتقلى مليح. زدت معاها حوالي ربع صدر دجاج، كما تقدروا ديروا سكالوب، فيونداشي اللي كان عندكم، طون. زدت معاها حوالي نصف مغرفة كبيرة فلفل عكري، تابل الدجاج، كمون، شوية راس الحانوت، شوية فلفل أسود، كركم، كامل حوالي نصف ملعقة صغيرة. نحرك الكل جيدا باش يتبل الدجاج ديالنا مليح ويكمل يذبال مليح هذاك البصل وياخذ هذاك اللون شباب. بعد كنت غسلت السلق ديالي مليح وقطعته. نحاول ناخذ غير الاوراق، شويه اغصان ما يهمش. حوالي ربطة سلق ضفتها كما راكم تلاحظوا، بدات تذبال معايا. قعدت نقلب فيها شويه، من بعد غطيتها وخليتها تكمل يذبال السلق ديالي مليح. من جهه اخرى جبت 3 حبات طوماطيش بعد ما غسلتهم مليح، نحيت لهم الراس بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. نبدا نفرغ فيهم كيما نفرغوا باش نفرغوا الخضره ديالنا باش نديروا دولمه بهذا الشكل. نكمل كامل الطماطم اللي عندي بنفس الطريقه. من بعد نحكم هذيك الطماطم اللي كنت نحيتها، طبعا مش حنرموها، حنستعملوها، نروحوا نحضروا بها لاصوص طوماط. نقطعوا هذيك دي مورسون، ولا كما تقدروا تعاودوا تحطوها في الاشوار، تعاودوا ترحوها. نزيد عليها حوالي نصف راس ثوم، نرحيه كما راكم تلاحظوا. حطهم في كاسرونه ولا في مقله، في من تحبوا طيبوا لاصوص ديالكم. زدت معاها حوالي نصف مغرفه طماطم مصبره، كميه من الزيت، كمون، فلفل اسود، نصف مغرفه كبيره فلفل عكري. قليتهم مليح، ملحت عفوا، بعد مرقتها عادي كيما طيبوا لاصوص طوماط. خليتها بجيه. نروح نشوف السلق ديالنا كيما راكم تلاحظوا كمل ذبال معانا مليح. دوك نروح نملحو. خليته يكمل يتقلى مليح مليح، يكمل يطيب. من بعد ما شرب كامل كميات لاصوص اللي كانت فيه، حكمت علبة بتسويس كيما راكم تلاحظوا. كيما تقدروا ديروا ياوت ناتور. ضفت معاها نصف كاس حليب، كملت عمرتها حوالي نصف كاس حليب. خلطت الكل جيدا بهذه الطريقة وضفتها للسلق ديالنا. نحرك الكل جيدا. حبيت نقول لك حبيبتي ما تنسيش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. هنا بعد ما تشربت مليح هذيك السلق ديالنا، نزيد معاها شويه فرماج رابي، نطفي عليها ونحركها
مليح باش يذوب لنا هذاك الفرماج. كيما تقدروا تضيفوا فرماج طري نتوما ورغبه ديالكم في هذه المرحله. هاد الاضافات يبقاو اختياريين طبعا. زدت لها كميه من المعدنوس، نحرك الكل جيدا والحشو ديالنا يكون واجد. هذا الحشو تقدروا تستعملوه في بزاف وصفات، تقدروا تعتمدوه في المملحات ديالكم كيما لي سوفلي، كيما بوراك. ايضا من جهه اخرى حكمت حبات بطاطا بعد ما قشرتهم وغسلتهم، قطعتهم بهذا الشكل وبديت نفرغ فيهم كيما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. كيما فرغت الطماطم ديالي من قبل، راني نقطع البطاطا ديالي على شكل طولي يعني تجي كيما الفلايك. نكمل نفرغ البطاطا ديالي كيما راكم تلاحظوا كامل. من بعد نحطها في المقله نقليها كيما راكم تلاحظوا هنا. بعد ما قليتها بديت نحي فيها، نكمل كامل الكميه اللي عندي ومن بعد نرجع معاكم. بعد ما كملت القليان نجيب بلالي يدخل للفرن، نبدا نعمر في الحشو اللي كنا وجدناه مع بعض بهذه الطريقه. كيما راكم تلاحظوا نعمر كامل الكميه اللي عندي من البطاطا ومن الطماطم ايضا بنفس الطريقه. صدقوني هاد الوصفه تجي خفيفه بنينه صحيه سريعه وزاكيه ايضا. توالم في رمضان كيما توالم للضياف، ربطه سلق وشويه دجاج ولا شويه فيونداشي وانتي وجدتي لهم بلا قمه. كمل نعمرهم كامل ونرجع معاكم. بعد ما كملت عمرتهم كامل نحكم لاصوص طوماط ديالنا ونضيفها مباشرة في البلا كيما راكم تلاحظوا. نحاول نشربهم كامل بهذيك لاصوص، نغطي كامل الكمية اللي عندي والباقي نفرخها في البلا. نزيد نضيف فرماج رابي على الوجه كيما راكم تلاحظوا بهذه الطريقة. من بعد ندخلها للفرن تكمل تشرب هذيك لاصوص مليح تثقلنا، طيب الطماطم ديالنا يذوب الفرماج ونلتقي في صحن التقديم. الوصفة ديالنا راهي واجدة، طفيت عليها صدقوني الرائحة راهي تشهي. أنا قدمتها بهذه الطريقة وطبعا التقديم يبقى اختياري. وصلنا لنهاية الفيديو، هنا ما بقى لي غير نقول لكم استودعكم الرحمن الذي أحبكم فيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.